في قلب روسيا القيصرية، وعلى تخوم مدينة سانت بطرسبرغ كان هناك قصر فارغ تتلألأ جدرانه بالذهب والحرير، لكنه كان يخبئ بين جدرانه رعبا صامتا، وخلف ستائره رجل اسمه راسبوتين. ولد غريغوري راسبوتين في قرية نائية تدعى بوكروفسكوي، ومنذ نعومة أظافره راوده شعور غريب، كأنما يرى ما لا يرى ويشعر بما لم يحدث بعد. نشأ راسبوتين راهبا، ولم يكن كالرهبان في شيء. كان يتجول في الغابات ويهيم في الأديرة، منهم من وصفه بالرجل الصالح، ومنهم من قال أنه محتال يختبئ خلف العباءة السوداء. لكن الإمبراطورة ألكسندرا رأت أنه منقذ مرسلا. ابنها ولي العهد إليكسي كان مصابا بداء عضال، الهيموفيليا، نزيف داخلي لا يتوقف. فشل الأطباء جميعا، لكن راسبوتين مد يده نحو رأس الطفل وتمتم بكلمات غامضة، فهدأ الصغير ونام. منذ تلك اللحظة أصبح راسبوتين مقيما في القصر الإمبراطوري، يتناول طعامه مع العائلة ويتدخل في شؤون الحكم والدولة. وفي أرجاء القصر كانت هناك فتاة صغيرة اسمها أنستازيا